تجربتي مع الاشواجندا وليه بطلت استخدمها. الفيديو ده فيديو مهم لاي حد عايز يشوف التجربة، وبعد كده هو براحته بقى يستخدمها ما يستخدمهاش، حاجة تخصه. طبعا انت لو بصيت تكتشف ان انا واخد حوالي تقريبا 20 قرص منها. تمام. طيب، تعال الاول نتكلم على المميزات بتاعتها وايه اللي هتحسه او انا ايه اللي حسيته، وبعد كده هكلمك ليه وقفتها. اولا، انت لو انت عندك توتر زي ما كان عندي توتر، قلق، عدم نوم كويس، فبقول لك ان الاشواجندا بص بالنسبه لي كانت سحر حقيقي، وانا ما كنتش ناوي اوقفها. بالامانه كانت سحر فعليا كانت سحر. ان التوتر قل لي جدا 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 فوق ما تتخيل. القلق قل لي بشكل قوي جدا. النوم تحسن. الدنيا بقت افضل. وبصراحة الاشواجندا بالنسبة لي كانت حاجة، يعني بص بجد فعليا غيرت كتير جدا من حياتي. تمام، ده في اول اسبوعين بصراحة حاجة تمام. طيب، النوم يا جماعة، انت بيبقى عندك جودة في النوم ونوم عميق، وبتحس انك مستريح اما تصحى الصبح. يعني بالامانه، لا الاشواجندا بالامانه بص حاجه رهيبه بالامانه بالامانه. طيب، بعد كده بدات احس بحاجات ربما تكون شويه مش الطف حاجه. زي ايه؟ اول حاجه الدخول حمام. وانا اكتشفت ان الاشواجندا هي مضره بشكل قوي جدا للبول. ان حضرتك هتخش الحمام بشكل مستمر. ده انا مش دعوه بالتجارب اي حد، انا بتكلم على تجربتي انا. فعليا بقيت اخش الحمام بشكل كبير جدا، واضطريت ان انا اوقفها. لان طبعا كان دخول حمام بشكل مستمر بعد 20 يوم. الحته التانية ان بدات احس بشويه كده بالحكه في الجلد. وبدات يعني زي ما تقول اهرش. تمام. فوقتها قررت انه لا، مش هكمل، مش هينفع اكمل. غير انك شويه كده وبتبدا تحس ان هي يعني ايه، عارف انت لما تاخد حاجه بتحس ان الدنيا بقت عارف الجو بتاع ان هو خط مستقيم مفيش اي اضطرابات. يعني حضرتك المشاعر تقريبا بتعدم. بتحس انك بقيت شبه الآلة، مفيش اي احساس باي حاجه اصلا. فده شيء ربما يكون ضار جدا. تمام. ده غير انك لو جيت تقرا تكتشف حاجه مهمه، انه بيقول لك ايه. تعال نقرا. بيقول لك قد يسبب الدوخه وحاجات زي كده، وما تستخدمش ده في الحمل والرضاعه والحاجات اللي زي كده. طيب، الحاجات دي طبعا بالنسبه لي انا شخصيا تمام، شايف ان الاشواجندا ربما تكون مكمل غذائي صح، لكنها مش الحاجه اللي حضرتك المفترض تستمر عليها لفترات زمنيه طويله. يعني انا عندي حبه منهم حلوين اهم، انا ربما استخدمها في فتره اما احس ان انا عندي توتر زياده عن اللزوم. ممكن تهديني، ممكن تحسن جوده النوم يومين 3 4. لكن اخدها لفترات طويله زي ما خدتها قبل كده لمده 20 يوم ورا بعض، ده مش هيحصل. ربما اخدها لو حاس اني خلاص متوتر قوي ومحتاج مكمل غذائي يساعدني شويه على يقلل العصبيه او حاجه زي كده. ربما اخد جرعه منها زي ما باخد مثلا اما اكون عندي كحه اخد ينسون، اخد حاجه زي كده. لكني مستحيل ان اكمل فيها بشكل مستمر. بالنسبه للناس اللي هم بياخدوها بشكل مستمر، في ناس يقول لك دي حسنت الجوده بتاعتي دي ودي ودي ودي. من وجهه نظر انا البتاعه دي مفيده بالامانه، لكنها استمرارها لفترات زمنيه طويله ربما يؤدي الى نتائج عكسيه كبيره جدا عند حضرتك. تمام. وانت ما تعرفش، لان دي طبعا دي مكملات غذائيه، والمكملات الغذائيه ما تمش الدراسه عليها لفترات زمنيه طويله. كمان النقطه المهمه، انت ممكن يبقى عندك قصور في شيء ما في جسمك، والاشواجندا تزود هذا القصور وتعمل لك مشاكل اكبر.
فما يفضلش بشكل بالنسبه لي انا شخصيا ان اخد مكمل لفتره زمنيه طويله، حتى لو كان في البدايه ليه اثره قوي وتاثيره قوي. ولازم تفهم ان كل حاجه بتكون بحدود، بمعنى ان الجسم بتاعك بيبدا يتاقلم على الاشواجندا دي، وبتبقى بالنسبه له حاجه عاديه. فانت كل ما تاخد فيها لفترات زمنيه طويله وتاخد منها لفترات زمنيه طويله، كل ما ده يؤثر عليك بشكل سلبي وجسمك هيتعود فتعوز كميات اكبر. فانا من وجهه نظري وده اللي انا هعمله، اشواجندا مش هتستمر معايا لفتره زمنيه طويله. انا هوقفها، وانا فعليا وقفتها، ولكن هستخدمها بس اما يكون انا عندي احتياج ان في توتر عالي، ممكن اخد منها يومين 3 واوقفها بعد كده.